في نوعيات من الأمهات أنا ما أعرفش ينطبق عليهم أسماء إزاي، ما أعرفش أصلا إزاي اتجوزوا وخلفوا وعملوا نشء وربوا وعلموا، مش بستغرب إزاي، عشان قضية النهاردة هتستغربوا إزاي في أمهات كده، في أمة بتوصل للدرجة دي، وهتعرفوا إن إحنا في يعني زي ما بنقول كده، دايما نقول كده إحنا في حقبة زمنية غريبة، قضايا غريبة جدا. وقبل ما نبدأ الجريمة نشترك في القناة يا جماعة، اللي بيعجبوا المحتوى نقدمه وفعل زر الجرس، وأتمنى لايك دعما لينا، ونخش على طول في الموضوع أو في الجريمة. أم عادية، أم لبنت، والولد بنت تانية بس متجوزة، يعني بنت تانية من راجل تاني يعني. المهم الأم دي اللي هي كانت متجوزة الأول وزوجها توفى وجت اتجوزت تاني، فربنا كرمها. المهم دي منفصلة، عندها بنتها اللي فاضلة اللي معاها، وعلى طول ابنها بقى شق طريقه وعاش وحياته واتجوز، بنتها التانية كبيرة واتجوزت، وهي عايشة مع بنتها وعايشة حياتها. بس المشكلة ان الست دي كانت عايقة قوي يا جماعة، يعني كانت مهتمة بنفسها قوي، تحب تهتم بشكلها بمظهرها، وكان لبسها يعني تحب الناس تبص لها، يعني هي عندها زي مرض. يعني لو انتوا تلاحظوا يا جماعة في نوعيات من الناس كده يحبوا الناس يبقى تحب الضوء متسلط عليها، سواء بقى بالحلو وبالوحش مش مهم، المهم انها تفضل في مرمى اعين الناس، يعني هو ده مرض، في ناس بتحب كده. المهم فكان لها بنت، بنتها دي كانت يعني إنسانة كويسة جدا ومتعلمة ومتربية كويس، بصراحة هي كانت مربية كويس، جالها حد عايز يرتبط بيها فهي ما وافقتش عليه، فكانت حتى بسبب انها ما وافقتش عليها يا جماعه، عشان بس نكون فاهمين، اخلاقه وحشه، بيدخن، ما بيصليش، حتى كانت امها كانت متضايقه منها قوي، يا بنتي ما بتصليش ايه وبتاع. المهم ده عنده شقه، هي كانت بنتها ملتزمه بالحاجه زي كده يعني. المهم فكان في انسان كويس جدا، الانسان ده كان راجل شغال في السوق، بيجيب بضاعه والبضاعه بيسوقها، والعمليه معاه كانت كويسه جدا. لكن مشكله الراجل ده او الشاب ده كان يعرفهم كويس، ما كانش بيحب امها. ليه؟ كان دايما يشوف امها بتمشي وقضيات وحاجه زي كده، بس هو كان عارف ومتاكد ان البنت كويسه، وعشان كده هو يعني يختارها. واهله الاول كانوا معارضين عشان خاطر امها، بس هم وافقوا لما لقوا البنت كويسه، فالمهم راح. وسبحان الله الشخص ده نفس امه برضه، امها ما بتحبوش، زي ما هو ما بينزلوش لبعض منظور كده. فالمهم هي رفضت، المهم البنت وافقت، فاعترضوا مع بعض. فجت البنت قالت لها لا ده مستقبلي وانا شايفه انه كويس، وبعدين ما فيش حاجه تعيبه واحنا هنبدا حياتنا. المهم الست هتتجن ومش رافضه ومش قابلاه، بس ما قدرتش تتكلم، فهي وافقت مبدئيا قرايه فاتحه. فجي الشخص ده محترم وكل حاجة، وبقى ايه يعني يجي يتكلم، لما ارتبطوا بقى واكتر بقى يجي البيت يقعد معاه شوية. فكان طبعا الام كانت بتعامله معاملة وحشة جدا، بس هو ما كانش في دماغه، يعني هو قال كده في دماغه بالنص، او اتفقوا مع بعض ان مجرد ما يتجوزوا بعدوا عنها خالص، لو مش دعوة بيها، لان التاتش بدأ من هنا. المهم الشخص ده كان دايما ما بيحبش الست دي، او بيشوفها بنفس الطريقه اللي بتمشي بيها بقى. انت عارفين زي ما قلنا في الاول، بتمشي ايه عايقه كده، وبتحب تبقى بظاهره كده، يعني انت عارفين طبعا الوضعيات اللي زي دي. اتاري الست دي بتعرف شاب يعني يمكن اكبر من بنتها حاجات بسيطه. المهم جه كانت بتتعرف عليه، وكانت بتروح له كده، وكانت احيانا بتجيله لما البنت ما تكونش موجوده او حاجه زي كده، بس ما كانش من منطقه، يعني كان من منطقه تانية. فالمهم الشخص ده هي مبسوطه، عندها طبعا ورث من جوزها الاولاني ومعاه فلوس، هي كانت وارثه يعني لها ورث، فكانت بتديله فلوس. فالشخص ده كان بيتعامل عادي كده. فجي مين الشخص ده اللي هو بيتعامل معاها، فكان ليه صاحب، فقال له ده بنتها اتخطبت وهتبقى يفضل بيت تتعرف، ومش سكتها هتبقى قليله. فحاول، هو كان بيحكي له يعني عايزين نعمل مصلحه على الست دي قبل ما تضيع من ايدينا، لان مش هتبقى دايما على طول. فالمهم قال له طب نعمل ايه؟ هما الاتنين صحاب. قال له بص احنا هنصورها وانت معاها، مش هنجيب وشك والكلام ده كله، ونطلب منها بعد كده فلوس. المهم وقد كان هي راحت له. طبعا التانيين كانوا زارعين كام كاميرا كده، وكان صاحبه اللي ما تعرفش عنه حاجه كان بيصور، وصوروا وظبطوا كل حاجه وتمام التمام. فطبعا جت بقى ايه، لما جت بنتها دخلت في الجد، ولادها كانوا اللي هم اللي من جوزها التاني بيودوها، كانوا دايما يلاقوها متغيره، حتى لك ايه مش هتعملي عمره. فكانت هي ايه تسمع حاجه زي كده اتعفرت، او زي ما تقول ايه شايفه نفسها مش حاسه بنفسها، شطانها راكبها. وكانوا دايما بنتها تقول لها ليه بتتزوقي كده، ليه بتحطي كده، ليه بتلبسي كده، ده انا نفسي بنتك الصغيره ما بلبسش حاجه زي كده. فجي المهم جه العيال
ابتدت تقل شويه الزيارات. فجه الواد بيقول لها انا عايز مبلغ. قالت له مبلغ ايه؟ مفيش. فقالت له لا ما معيش المبلغ ده ومش هينفع وليه. قام جاي بعت لها جزء من مقطع ان هي بقى معاه. فالمهم الست صدمت، صعقت، جننت، مش عارفه تعمل ايه. فطبعا الست دي كانت بتعرف مش على قد هو بس، لا ده كانت بتعرف كذا واحد. يعني هي عايشه لمزاجها. في نوعيات كده يا جماعه، والله عايشه لمزاجها، 1 2 3، وعامله حسابها في كل حاجه، بحيث لانها ما كانتش كبيره للدرجه يعني، فكانت عامله حسابها ان ايه ما بيحصلش اي حاجه. فالمهم جت اتفقت، كانت تعرف واحد اللي هو من العيال اللي هم زي ما بيقولوا كده بيشربوا، وهم بتوع الستات يعني قوي، يعني اللي هم درجيه يعني. فاتفقت معاه، قالت له انا في كذا وهديك مبلغ كبير بس تخلصني من الواد ده. ليه؟ اصله عمل 1 2 3 4. فالمهم قال لها ماشي وخلصت منه مفيش مشكله. وقد كان قام جاي عاملين حوار، وقام جاي الواد ماشي برضه في قعده، قام جاي ايه قتله، وقام جاي متويه اللي في حته تراب او حاجات زي كده. طبعا اكتشف، طبعا لما اكتشفوه مش طب مين، طبعا هم بعيد مفيش اي حاجه ولا حد شافهم. مين بقى اللي عرف الموقف؟ صاحبه اللي هو كان بيصورهم. فلما عرف الموضوع ده اترعب واتخض، بس بقى هو قال لك العب الموضوع ده ضد. طبعا هي التاني خلاص اللي قتله اديته مبلغ. فجيت تاني قام جاي بعت لها بقى مقطع فيديو تاني مع رساله، قال لها انت اللي قتلتيه. فالمهم جت في احد المرات كانت ماشيه وراحت تقابل الواد ده عشان تديله فلوس. اتفق معاها انها تروح تقابله تدي فلوس. فالمهم بالصدفه خطيب بنتها شافها ماشيه، فجت في دماغه كده قال لك اما اشوفها رايحه فين او ماشيه رايحه فين. فالمهم بالصدفه قام جاي ماشي وراها، فلقاها بتقابل واحد قاعده معاه في كافيه كده، ومطلع ظرف بتديهوله وهو بيديها مش عارف فلاشه. فالمهم هو استغرب في ايه، طب مع الشخص ده ليه؟ هو كان في السوق، هو حلو ومش وحش يعني، هو محترم وطيب وكل حاجه، بس برضه ليه وقاره وليه شخصيته. فقال لك انا هناسب فلازم اعرف ايه ده. فالمهم فضل يسال على الواد ده، لقى واد شمام وبيشرب، ملوش اهل واهله تعبانين وعايش حياته كده. فالمهم جاي يكلم ناس ويعرف ناس تقال وحاجه زي كده. فمسكوا الواد ده قام جاي ماسكينه، انت ايه اللي بينك وبين الست دي ولازم تقول لنا، ولو ما قلتلناش انا هعمل كذا وهنحبسك. فالمهم جاي معترف له، ده الست دي كانت تعرف واحد صاحبي وهي اللي قتلته، وانا ما اعرفش اي حاجه، مش دعوه باي حاجه، والفلوس دي اديتها لي عشان اسكت وعشان ما اقولش حاجه. طبعا لما التاني عرف اللي هو خطيب بنتها صعق، اتصدم، جات له حاله ذهول، مش عارف يقول لبنتها ولا يروح يكلمها هي ولا يعمل ايه ولا يبلغ عنها. فكان في حيره من امره. فالمهم هو عشان طيب فقال لك انا مش هكسر بخاطر البنت، انا هروح اكلمها بيني وبينها كده. فالمهم راح يكلمها ويقول لها في كذا، والواد اللي انت كنت مديله فلوس اعترف، وعرفنا ان انت عملتي كذا كذا. المهم الوليه صعقت واتصدمت، وقامت ازاي مين اللي قالك كده؟ قال لنا حكى لنا كل حاجه وقال لنا بالدليل وقال لنا كنت معاه وكنت واداكي فلاشه عليها الفيديوهات. فالمهم الست طبعا ما عرفتش تقول حاجه، فضلت تنكر منه وتقول له لا ما حصلش. فبس طبعا هي في ذهول، وهو عارف انها يعني مهما انكرت هو عارف ان ده حقيقه. فطبعا قالت له ده انسان وبيبتزني، وطب قتلتي ليه؟ اما جه حكي له بقى انا ما قتلتوش، انا اللي حصل كذا وكلمت ناس والناس دي هي اللي اتعاملت معاه كده. فطبعا التحريات شغاله، فاثناء وهي بتتكلم مع الولد وكانت التحريات شغاله على الواد اللي مات. ما هو ما حدش بيموت كده يا جماعه، مفيش حد بيموت ويمشي كده، لا. بعدين دي مصر الا الشرطه في حاجه زي كده. فاثناء هما بيتحروا فعرفوا ان الواد ده على علاقه بالواد اللي هو صاحبه اللي هو خد الظرف من الست، وعلى علاقه جامده معاه، وكانوا بيقعدوا مع بعض وعلى طول بيمشوا مع بعض وبيشربوا مع بعض واكترية قعدتهم مع بعض. فجابوه، تعالى يا ابني الواد ده اتضرب ازاي وازاي اترمى في التراب كده، وانت كنت فين واخر مره كنت معاه فين؟ المهم الواد ابتدى يتبرجل، فقام جاي معترف بكل حاجه. قال لك ده كان يعرف ست، والست دي اللي يعرفها هي اللي قتلته. المهم فجت طبعا اول ما عرفوا كده تحروا طبعا عن الست وتحروا عن كل حاجه، وجاهم جايين طب احنا نعرف منين؟ عايزين نتاكد الكاميرات. فجابوا طبعا في الوقت معين، فقام جاي رايحين على المحلات او على المنطقه اللي كانوا بيتقابلوا فيها. فعلا لقوا ان الست دي او لقوا ان ام البنت بتيجي وهو بيبقى موجود، وله حوارات زي كده. فالمهم طبعا راحوا قبضوا على الست، وانت عملتي كذا وانت ده ما قتلتوش، والله ما قتلته، طب قول لنا اللي حصل. المهم قام جاي راح قايل لهم كل حاجه، انا اعرف كذا واديته فلوس وهو اللي خلص عليهم. المهم اثناء وهم طبعا
طبعا قابضين عليها. جه التاني يدوروا عليه، اللي هو طبعا اللي هو قتله وخد فلوس عليها، ففص ملح وداب. فطبعا مش لاقينه خالص ولا في اي. وللاسف يا جماعه هي اللي لبست قضيه القتل، ولبستها بسبب بداعي الابتزاز بتاعي، ان هو كان بيبتزها وعايز منها فلوس بعد العلاقه اللي كانت بينهم. هي اتحبست، خدت لها 15 سنه. هم كانوا الاول حكم كبير، بعد كده خففوه 15 سنه. وطبعا البنت بصراحه، واللي هو الشخص اللي هو خطيب البنت، من ارجل الناس يا جماعه. وده دي رساله برضو من ضمن الرسائل اللي هنقولها في الاخر. ما تخلاش عن البنت، لان عارف انها محترمه جدا رغم امها ورغم اللي هي فيها ورغم العيله، وتحدى اهله وكمل معاها وعاش اجمل سعاده. بس في شيء حصل منه ليها، قال لها تنسي ان ليك ام خالص، مفيش، اعتبريها ماتت واعتبريها انها مش موجوده. وولادها طبعا التانيين نفس الحوار، اتبروا منها ومحدش قبل ان هو يتقبل اللي هي كانت اللي عملته واللي كانت بتعمله، وعاشت حياتها في سجن مرميه. وهي دي القصه. الشمال، اخرة الشمال مش محتاجه كلام تاني، اخرة الشمال دي نقطة. النقطة التانية، مهما كان إنسانة، ممكن إنسان يقولك يخلق من ظهر الفاسد عالم. يعني ممكن من عيلة وحشة يطلع إنسانة دي تكون البلسم، تكون الحتة الجميلة اللي موجودة في حياتك لو ارتبطت بيها. مش شرط يكون العيلة مش كويسة، مفيش، ضعيفة، قليلة، كبيرة. ممكن الإنسانة اللي انت تاخدها دي تبقى سبب سعدك، سبب هناك هناك كراجل، هناك كإنسان، هناك كزوج، هناك كشرف، هناك كأمانة. فمش شرط. فدي رسالة، ما تتخلاش عن حد عشان خاطر حصل شيء عندهم في عيلة أو نظير كده. طالما واثق 100%، وطالما انت من جوه روحك، وطالما على يقين انها فعلا اخلاق، وما صدرش اي شيء وما فيش اي شيء عنها. تاني رسالة يا جماعة، زي ما قلنا قبل كده، مفيش جريمة كاملة. ثانيا، وده الأهم، بنقول ونعيد تاني، بلاش الشمال يا جماعة. الشمال وحش، والله آخرته نزوة. التانية، التالتة، بعد كده خلاص. حتى لو ما اتمسكتش، حتى لو ما حصلش حاجة، بتمل، بتشوف نفسك بعد كده إنسان وحش، بتشوف نفسك بعد كده إنسان سيء، بتشوف نفسك إن أنت ولا شيء. واللي وصل معنا لغاية هنا، يا ريت يا جماعة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا أي جديد. لايك دعما لينا. أشوفكم القصة جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.